والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات وحلقات قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري. يا رب حضراتكم تكونوا بخير وصحة وعافية وستر من الله عز وجل. هتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله عن الأعشاب الطبية أو مستحضرات الأعشاب الطبية اللي ليها علاقة بعلاج الشيب المبكر أو بتحسين الشعر الأبيض في السن الطبيعي مع تقدم السن يعني. تمام. طبعا الأعشاب بصفة عامة بيكون كل عشب لما حد بيتكلم بتلاقي كأن هذا العشب بيعالج كل الأمراض ومفيد لكل البشرة ومفيش بعده، لكن في الحقيقة إنه هو فعلا الأعشاب حاجة جميلة وحاجة كويسة، ولكن كل عشب ليه شوية خصائص بتوعه هم اللي بينفعوا مع مشكلة تجميلية معينة أو مشكلة مرضية معينة. تمام. واللي يعرف المميزات او الحاجات اللي بيتميز بها كل عشب هو اللي هيختار العشب الصح للمشكلة التجميلية الصحيحة. فدول بس اللي هم ليهم علاقة مش بعلاج ولكن بتحسين الشكل مع العلاج او بالعلاج على فترات طويلة حسب درجة المشكلة وحسب باقي معلومات الحالة. فأنا هنا في صيدلية عناية لما باجي أنصح حد في الأعشاب مفيش حاجة برضو بكرر تاني اسمها العشبة دي اللي بتعالج المشكلة دي، لازم بيانات الحالة، لو كانت وراثية بتختلف، لو كانت أمراض مناعية بتختلف، لو كانت غدة درقية بتختلف، كل ده بيؤثر في هذا الموضوع. فعشان ما بقولش لحضراتكم لان الكلام ده انا بكرره كل مرة، لان كل مرة برضو ناس بتغلط فيه، وعشان كده انا بكرره، مش يعني بكرره كده حبا في التكرار. تمام. فانا هنا بتعامل ان انا لازم باخد بيانات كاملة. تمام. وبعد كده بنصح اذا كانت في اعشاب ممكن تفيد ولو افادة بسيطة بنصح بيها وبقول لهم يشتروها منين وبيستخدموها ازاي. تمام. فأول حاجة زيت جوز الهند، زيت جوز الهند وزيت السمسم أيضا، ولكن زيت جوز الهند أكثر يمكن استخدامه لأنه هو بيساعد على حيوية الشعر، ومع الوقت بيخلي الشعرة قوية، لأن الشعرة البيضاء تعتبر في حكم الشعرة الميتة. فأنا مستنى الشعر اللي بيطلع جديد مع كتر استخدامه، مع كتر الدهان والصبر هيجيب نتيجة. وده طريقته ان انا لازم اسيبه على الشعر مش اقل من 12 ساعة، يعني يتغسل في اليوم الثاني. تمام. ده عشان استفيد منه في هذه الجزئية. تمام. زيت جوز الهند. تاني عشبة، والاعشاب طبعا منها ما يؤكل ومنها ما يدهن. تمام. او يشرب. تمام. يعني ممكن ما يتم تطبيقه على المشكلة مباشرة، ومنها ما يتم تناوله عن طريق الفم فيتم الاستفادة به عن طريق الدم. تمام. من ضمن هذه الأعشاب اللي هي بتستخدم عن طريق الفم الزنجبيل، خاصة الزنجبيل الطازج المبشور، وأخذ ملعقة يوميا مع ملعقة عسل. تمام. في أبحاث بتقول إن العسل الأسود في مادة بتعالج الشعر الأبيض سواء في سن مبكر أو في سن كبير، ولكن هذه المعلومات يعني غير مثبتة علميا، وأيضا واقعيا ما جابتش نتيجة مع ناس كثيرة يعني. العشبة الثالثة أو النبات الطبي اللي بيستخدم أيضا في علاج شيب الرأس، الشيب المبكر، أو إذا كان الشيب في السن الطبيعي بتاعه، بس أكيد نتيجة ده تختلف عن ده، أوراق الكاري. أوراق الكاري بناخد نص أوراق
نص كوب من اوراق الكاري، وبيتعمل بيهم ماسك اما باللبن او اما بالزبادي، وبيتحطوا على الشعر ويتغسلوا بعد نص ساعة. وبتتكرر هذه العملية ممكن يوم بيوم او يعني يوميا لمدة شهر مثلا. وممكن تتعمل مثلا مرتين في الاسبوع برضو حسب الحالة، يعني طبيعتها ازاي، عدد الشعر الابيض، السن، في اسباب تاني ولا لا. يعني الفيديو هنا لموضوع الاعشاب، فانا اتكلمت موضوع الاعشاب الخاصة بهذا الموضوع. يعني انا اتكلمت في مقدمة عن عرض المشكلة نفسها واسبابها. دي الحلقة اللي فيها الاعشاب. في حلقة تانية بقى نلم ده كله وازاي نتصرف صح في كل حالة، وامتى نروح للطبيب، وامتى لو او العلاج المكتوب لنا يعني نصبر عليه ونستمر عليه فترة زي ما قال لنا المختص او زي ما قال لنا الدكتور اللي رحنا له، او لو المشكلة بسيطة ومش مستدعية الزيارة للطبيب، وحد حابب يستفيد منها من استشارات العشبية التجميلية وكيف يستخدم الاستشارات العشبية التجميلية في صالحه. لأن لما تكون المشكلة مرضية احنا بنواجه أي حد وبنقول له علاجك مش في الأعشاب، ولكن قد يكون حل مشكلته في شيء بسيط غير مرضي، فبالتالي بيتم التعامل معه على هذا الأساس وبيوفر فلوس منتجات باهظة الثمن. فدي أوراق الكاري. برضو من ضمن الأعشاب عشبة اسمها عشبة البرنجراج. البرنجراج دي عشبة هندية مفيدة جدا للشعر وبتحسن الشعر بشكل خطير، مش بس في حكاية الشيب. تمام. طب استخدمها ازاي؟ ان انا اخد هذه الاوراق واطلع العصارة بتاعتها عن طريق غليها مع زيت جوز الهند وزيت السمسم، واخلي معايا مثلا حوالي 100 ملي. واللي حابب نعمل له هذه الخلطة او هذه التركيبة العشبية من خلال صيدلية عناية او ياخد الاستشارة، نشرفنا في اي يوم من ايام الاسبوع من الساعة 5 مساء وحتى 11 مساء ايضا. تمام. ولو في اي تغيير في المواعيد هينزل على الصفحة. فهذه العشبة عشبة البرنجراج دي بيتم استخدامها ان انا اخلطها مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند، زيت جوز الهند وزيت السمسم بنار هادية كده، وبعد كده استخدمها على الشعر. اخر حاجة الجنسنج الهندي، وده يتم تناوله من خلال المكملات الغذائية ولكن لبعض المحاذير. اتمنى لو ما كنتش اشتركت او اشتركت في القناة تشرفنا باشتراكك في القناة. ولو اي سؤال او اي استفسار يا ريت يكون من خلال التعليقات داخل قناة اليوتيوب، داخل قناة الدكتور الصيدلي يوسف الأنصاري على اليوتيوب، وسيتم الإجابة عليه مجانا. أما من يريد وصف أو أخذ استشارة عشبية أو تجميلية أو حاجز تركيبة فليتواصل معي على الواتس ويحدد ميعاد للحضور للصيدلية. تحياتي لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.